حواوشي بقى القرمه اللي هم ايه اللي احنا جينا عليه. بما ان انا من الناس حبيبه النخاع، الله ده من احلى الحاجات اللي كلتها في اخر 5-6 سنين بامانه الله. انا هعتمد النخاع على كل الحواوشي في حياتي بعد كده. ودي بقى حواوشي النخاع حلو عجبك. بس انا اقول لك نصيحه، والنصيحه دي لكل الناس اللي بتتفرج، لما تحب تدوق حاجه وتقيمها وتشوف هي مظبوطه ولا مش مظبوطه ما تحطش عليها ايه اضافه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من القاهره الكبرى. بقالنا كتير ما نزلناش في عابدين والسيده والعب الجميل بتاع الاكل الحرش. احنا بقى جايين النهارده القصه في عابدين في شارع الشيخ ريحان. بتتكلموا من سنه 61، فاحسب معايا كده يا استاذ 61 يعني تتكلم بقى في 64 65 سنه على اقل تقدير. بيت اللحوم فروع كتير في عابدين، وهم الناس دول من زمان ابا عن جدا شغالين في حكايه اللحوم دي. عادل عمل فكره جنب الجزاره الصغيره في شارع الشيخ ريحان، بيت اللحوم 2 عمل شوايه وعامل شويه شغل بقى ايه رايقين. ايه اللي جابني؟ الاكل الحلو كده كده بيجيبني، بس اللي جابني ان هو بيعمل حاجه اسمها حواوشي على القرمه. ايه يا عم الحواوشي اللي على القرمه ده؟ قال لي حواوشي بنعمله على السكينه على القرمه قدامك وانت واقف، وبنسويه وانت واقف على الجريل، وبعد كده ياخد فحم. فانا جاي عشان اشوف ايه الحواوشي اللي على القرمه. بيقول لي بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كفته بالبسطرمه وحاجات كده انا مش فاهمها، بس حواوشي القرمه ده غالبا هيطلع جامد. يلا بينا شارع الشيخ ريحان عابدين عند بيت اللحوم 2 ونشوف عادل هل بيعمل عظمه ولا فيستك. انا وصلت يا جماعه عابدين شارع الشيخ ريحان. الاتجاه بتاعه هو كده، وانتوا طالعين على طول كده قربتوا عند بجه هناك اهو. قبل بجه هتلاقوا بيت اللحوم 2 على الشارع قدام حلواني الشرقيه، جزاره بيت اللحوم 2، وهتلاقوا عامل نوش في الشارع زي ما انتوا شايفين كده. حواوشي على القرمه هو ده اللي جايبنا المشوار ده كله. خلينا نعرف ايه الموضوع. ازيك يا دوله؟ عامل ايه يا فنان؟ ايه الاخبار؟ نعمه. ايه موضوع حواوشي القرمه اللي انت في انت كده هو ده الحواوشي؟ انت بتعمل ايه ده؟ انتركوت؟ انا باخد منه بقى على الحواوشي ده. يعني ده بتحطه فوق عجينه الحواوشي ولا هو ده نفسه عجينه الحواوشي؟ زي كده. يعني حواوشي بالستيك بس متقطع. بالظبط. ايه بقى الموضوع؟ احنا هنا فين بالظبط؟ احنا هنا في شارع الشيخ ريحان في عابدين. في شارع الشيخ ريحان في عابدين. ايه الموضوع بقى؟ المكان ده بقى له كام سنه ولا انتوا؟ ده من 1961. 61. بس الاكل لسه عاملينه اليومين دول. الاكل جديد يعني انتوا كجزارين من 61. ايه رايك؟ شكله عظمه. ده بتسويه على الجريل بعد كده؟ لا ده بيطلع على الفحم. على الفحم على طول لحظه وبعد كده بياخد فحم على الجريل الاول وبعد كده بيطلع على الفحم على طول. طيب ده كده اول. ايه بقى موضوع حواوشي البرجر اللي انت بتقول لي عليه؟ حواوشي زي كده. حواوشي برضو عادي؟ ايوه. حلو. كل ده شغل منتجاتكم. بالظبط. انتوا بتفتحوا من كام لكام عادي؟ الجزاره من بدري، والاكل هو بقى اللي بيبقى 3 4 مثلا. لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 1 2. لحد الساعه 1 2. بتفضلوا شغالين برضو الجزاره لغايه بالليل عادي؟ يعني الاثنين شغالين عادي. بالظبط. طب انت دلوقتي ده كده برضو حواوشي بالبرجر ده كتير قوي. طب انت تبقى عامله ليه وكده ولا ده عشان التصوير؟ لا عشان التصوير. عشان التصوير. انا احب الناس الصريحه والله. هو بياخد واحده برجر في الطبيعي. بياخد واحده بس عشان محمد طبعا واحدتين. حبيبي يا غالي. لا بص شيلهم يعني، خليها زي ما بتطلعوا عادي. بس حبيبي يا حاج. يعني لو عايز تقطعها زي ما بتقدمه حطه عادي. عندنا كفته برضو بالبسطرمه. كفته ايه بقى حكايه كفته بالبسطرمه؟ يعني ايه كفته بالبسطرمه؟ كفته وبحط جوه الساندوتش بسطرمه. بتحط على الساندوتش بسطرمه وجبنه كده بيبقى شكله كده الساندوتش. حط عليه البرجرات بتتقطع بتبقى كده. وقبل المنيو بقى قول لي بتوصله فين؟ حوالينا هنا في المحيط.
في المحيط، يعني ما بتطلعوش ناحيه مدينه نصر والكلام ده كله هنا في جايين ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا بنتكلم وسط البلد بس دلوقتي. بالظبط. ركن الحواوشي، حواوشي بقري على القرمه ب 80 جنيه، حواوشي بالنخاع. ايه حواوشي بالنخاع ده؟ حواوشي عليه نخاع. ده في منه دلوقتي؟ في. طب انا عايز حواوشي بالنخاع لو سمحت من فضلك. جاي ده ما قاليش على موضوع النخاع ده، انا اتخضيت لما قريته. حواوشي ساده 35 بالجبنه 45، حواوشي بالزيتون كبد وقوانص، حواوشي فراخ، حواوشي على القرمه ضاني ساده، حواوشي على القرمه ضاني بالجبنه، حواوشي بالستيك، حواوشي بالمخاصي واللحمه. ايه يا عم ده موضوع كبير هنا. ده غير شوي ده ناي. تعالوا بقى ركن الطلبات بقى، ده اللي هو بالكيلو بقى، ستيك ومشكل وكباب وسجق وكفته بقري وكفته ضاني وفراخ مشويه. بالنسبه طبعا الاسعار زي ما انتم شايفين، الاسعار تعتبر ممتازه بالنسبه لحرب الاسعار التي نعيشها هذه الايام. يعني الفرخه ب 210 وده شيء كويس جدا. يعني الحاجات النيه بقى اللي هو ايه شغل الجزاره، كندوس بقري كيلو مفروم، كيلو لحمه ضاني، عرق فليتو، لحمه بارده، ستيك، كفته بلدي للشوي، سجق بلدي وبرجر بلدي وكندوس كبير. وفي وجبه ب 80 ربع فرخه ورز وكفته. 7 تقاطع علي عبد اللطيف مع شارع الشيخ ريحان عابدين 015 072 44 528. في بقى عندهم السندوتشات هنا بقى يا معلم بقى، الصاروخ ده اللي هو الرغيف الملفوف ب 45، مخاصي وكبده، كلاوي، قلب، صاروخ بانيه، صاروخ شيش، ميكس كبده وسجق، ميكس قلب وكلاوي، صاروخ كفته ساده، صاروخ كفته بالجبنه والبسطرمه، صاروخ سجق، صاروخ برجر، وصاروخ عرق لحمه بارده وفليتو، وصاروخ طرب، صاروخ ستيك بقري. الاسعار كلها تعتبر لطيفه جدا جدا جدا، ورب الاكل يبقى جامد. ده حواوشي بياخد جبنه رومي وبسطرمه. انا حبيتكم جدا يا جماعه والله. ده حواوشي بقى ايه ده بالليه، ده مش نخاع، ده نخاع، انت مجمد النخاع. انا حبيتك قوي يا دوله والله، انا هبقى زبون هنا. يلا بينا نجرب. انت بقى بتاكلي هنا من زمان؟ من زمان. والاكل ايه بقى نظامه؟ جميل جدا ونظيف واسعاره حلوه جدا. يعني بتاخدي لحمه وبتاخدي يعني في الاثنين، سواء اكل بناخد جاهز جزاره وبناخد اكل من عندهم، وحاجاتهم جميله جدا واسعارها حلوه لا الاسعار خطيره الصراحه، جميله جدا. بره مش هتلاقي اسعار زي كده. الاكل حلو. ايه الاخبار؟ رايك طيب؟ اللهم صل على النبي، ربنا يبارك. ايه اخبار الاكل يا كبير؟ الاكل حلو جدا، يعني احنا مش اول مره نيجي هنا، احنا واصحابنا احنا انا لسه كده. هجرب بقى، ربنا يكرم ان شاء الله. جرب وانا اضمنه لك 100%. حبيبي يا كبير، حبيبي يا الف كبير. هنا. حبيبي الله يبارك. ده انت بتعمل سندوتشات جبنه رومي وبسطرمه هنا، ولا دي بتحط عليها حاجه كمان؟ حط عليها كفته. ده كفته جبنه رومي بسطرمه، وده كفته جبنه رومي، ده كفته بس. وده كفته بسطرمه. اديني وانا ضيع. من الحاجات الحلوه بقى لما ابقى موجود في عابدين واقابل بقى ايه عمده عابدين محمد بيتزا، صديقي واخويا. اخويا ايه بقى انت المكان هنا جامد ولا ايه؟ المكان هنا ما شاء الله، الاكل ممتاز وخدمه ممتازه، ويكفي ان هو كله بلدي ببلدي. بجد والله الحمد انا لسه لله. هدوق اهو نشوف الدنيا فيها لا لا ايه. لا، حاجه مشرفه، حاجه ممتازه، يعني بلد الاكل عابدين. انا بقى احلى حاجه النهارده ان انا قابلتك. ربنا يخليك يا عم حبيبي يا عم. بيتزا، حبيبي يا عم العالم، حبيبي. ربنا يبارك. طبعا بقى انا معايا مستر عبده صديقي، نجم نجوم كول سنترز في مصر. ازيك يا فنان؟ الحمد لله. إيه النهارده عندك تطلعات بالنسبه للاكل وبيت اللحوم 2 في عابدين؟ الريحه مبشره. الريحه مبشره جدا. انا واثق من الفوز. كريم محسن الهندسه الكبير صديقي، واللي مشاركني النهارده الدواء، وهنعرف رايك. حبيبي يا كيك منور الدنيا. حبيبي يا عم هشام، منور انت بنورك الدنيا كلها. حبيبي يا حاج، نجم مصر في الفولي بول. كابتن سيد، ده احمد سيد يا جماعه، نجم الفولي بول. يا جماعه بقى انا عايز اقول لكم ان القعده والاجواء والشكل الصينيه وطريقه التقديم حاجه بقى تفتح النفس، بتاعت بقى عارفين سهرات الاكل الجميله مع كابتن سيد نجم مصر. بتاعت السلطات المغلقه. بتاع السلطات المغلقه. لا ايه رايكم يا جدعان في شكل الاجواء؟ طيب بصوا بقى يا جماعه، احنا ايه بقى هندوق بقى وناخد ارائكم، بس معلش قبل ما ندوق بس انا هدوق حاجتين اللي هم بتوع الفيديو في ثانيه الا ثانيه، وبعد كده ايه نكمل بقى مع بعضينا. يا عبده عامل ايه؟ طبعا هو جاب لي جلافزات والحاجات، بس انتوا عارفين انا ما بعتمدش. انا اول حاجه بقى نشوف ايه حواوشي القرمه، حواوشي بقى القرمه اللي هم ايه اللي احنا جينا عليه. بص بقى الباشمهندس بقى يدينا رايه برضه. ايوه رغيف حواوشي مظبوط من بتاع الشارع الجميل، عيش حلو، عجينه الحواوشي حلوه حراقه شويه، والقطع الانتركوت متقطعه فوق حلوه قوي، والسوا مظبوط، يعني حتى سوا الانتركوت عظيم. وبعدين الاسعار بالنسبه للاسعار مقارنه اللي احنا بقينا عايشين فيها، الاسعار تحفه، مشوار يتضرب ونجيله مخصوص عادي. هايل. ايه رايك يا هندسه؟ انت قفشت اللقمه وازاي؟ جميله جدا، جميله جدا. كده اول حاجه لما تيجوا هنا لازم تجربوها حواوشي القرمه. انا هسيبني بقى من كل الكلام ده واخش على الحواوشي ابو نخاع. بما ان انا من الناس حبيبه النخاع،
ندي بقى ايه نخاع لكابتن سيد لانه رياضي ومحتاج يتقوت الفتره دي. انا اول مره اجرب حوار النخاع ده اصلا لا النخاع من الحاجات الجميله جدا. بسم الله. الله، ده من احلى الحاجات اللي كلتها في اخر 5-6 سنين بامانه الله. انا هعتمد النخاع على كل الحواوشي في حياتي بعد كده. انا كده معتمد على كل الاكل بس ما كنتش حطيته في الحواوشي. تحفه وخفيف لعلمكم مش كبير. ايه رايك يا كابتن سيد؟ الصراحه موضوع النخاع ده حاجه مختلفه. انا اول مره اجرب النخاع ده انت عارف ايه النخاع ولا مش عارف؟ النخاع ده هو البون مارو اللي هو بيبقى جوه العظمه اللي لما بتخبط العظمه. البهاريز الله يفتح عليك. الحواوشيات باينه من غير ما نجرب كل ده بس لازم تجربوا حواوشي النخاع ده برضه. هو من الواضح كده ان كله هيبقى حلو. عيش حلو، عجينه حواوشي حلوه، والطعم حلو والتسويه عالميه بصراحه. نخش بقى على الكفته اللي بالبسطرمه. بس هو عامل لي بقى كفته بسطرمه جبنه رومي الاثنين مع بعض في نفس الوقت. دي كفته ساده بقى، ده الساندوتش البيزك بتاعهم، وده اللي بالجبنه الرومي والبسطرمه مع بعض اهو. الراجل ده انا حبيته ليه بقى؟ لان الكفته انا بحبها والبسطرمه بحبها والجبنه الرومي بحبها، فهو حاط لي 3 حاجات من الحاجات اللي بحبها مع بعض في نفس الساندوتش. والعيش الشامي طبعا على اسمي ومعمولين حلو. هنشوف يا بسم الله. عابدين يا جماعه، مش محتاجه كلام. قمه الانبساط والسعاده اللي انا فيها النهارده، والواحد بقاله فتره ما كانش في مكان شبه كده. الاكل حلو جدا 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 وقيمه مقابل سعر عالمي. السندوتش ده خطير. وبعدين تحس انه سندوتش بيت كده، يعني انت ايه عامل اختراع في البيت. سندوتش الستيك، بصوا بقى يا جدعان السندوتش عامل ازاي، حاجه خطيره. الستيك ده بقى عشان ايه يبقى ختامه مسك، هنجيب بقى الطحينه الحلوه دي. ما تاكل يا كابتن سيد، انت وقفت لي كلها هندسه. لسه كنا بنقول عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتنبأ باذن الله للناس دي ان هم هيكسروا الدنيا ان شاء الله. بعد الفيديو ده انا مش هعرف اجي اكل عندهم تاني لانه هيبقوا زحمه جدا. يا رب يا رب يفضلوا محافظين على هذا المستوى العالمي عالمي من الاماكن اللي انت هتجيها في زحمه وفي سهره وتقعد في الشارع بس هتتكيف وتتمزج على المظبوط زي ما كابتن سيد كده متمزج معانا. البهاريز جميله، مش هيبقى في حقنا. فالبهاريز جميله. المهم بقى قبل ما نقفل عشان بقى عبده اتهدر حقه ماسك الموبايل، هنخلي عبده يدوق ويقول لكم اخر كلمتين ونعمل لكم باي باي ونمشي. تعالوا هنا ومش هتندموا، بيت اللحوم 2 في عابدين في شارع الشيخ رحاب. عظيم عظيم عظيم. خش عليها عبده. انت الواد ده بيعرف. ده برجر بقى بس جزار، برجر معمول عند جزار. وده بقى يكون الفرق. ورينا هتعمل ايه. الواد ده فاهم هو بيعمل ايه. ظرف في الطحينه. زي ما قلت في الاول الريحه فعلا مبشره. ايه رايك؟ لا وكواليتي العيش كويسه. عيش شامي على اسمي. واللحمه نظيفه، اللحمه الكواليتي بتاعتها نظيفه. طب انت ما تدوق لنا الحواوشي. ودي بقى حواوشي النخاع حلو عجبك. بس انا اقول لك نصيحه، والنصيحه دي لكل الناس اللي بتتفرج، لما تحب تدوق حاجه وتقيمها وتشوف هي مظبوطه ولا مش مظبوطه ما تحطش عليها ايه اضافه. يعني اول قطمه تاخدها من غير طحينه وبعد كده تحط الطحينه. لكن لما بنيجي انا حطيت الطحينه فين هنا؟ حطيتها على اللحمه. انت مالكش دعوه بيا. كمل يا باولو. تصبحوا على خير يا جماعه.